اول حاجه ببدا بيها التفريز الخضار المشكل او التورلي بتاعي. بقطع الجزر زي ما انتم شايفين كده، دي التقطيعه بتاعته اللي انا بقطعها، لا كبيره قوي ولا صغيره قوي، نفس الحجم. البطاطس برضو بقطعها نفس الطريقه كده اهوت. كل اللي هنزل بقى بالبسله بتاعتي كده اهوت على الجزر. وطبعا الكميه اللي انتوا بتحبوها او تفضلوها او اللي انتوا عايزين تعملوها، يعني اي كميه. انا هنا عملت كيلو ونص جزر، 3 كيلو بسله، بس طبعا ما بقاش 3 كيلو لما تفصصوا، اكيد ده قلوا جدا، يعني حوالي وصلوا 2 كيلو مثلا. وبعد كده هنزل بالبطاطس بالشكل ده، من غير بقى ما انقع في ميه ولا احط ميه سخنه ولا اي حاجه. الطريقه دي انا معتمداها على طول، ما بغيرهاش. والخضار بيفضل معايا من سنه لسنه، والبطاطس بتفضل بيضه. وانا وريتكم الفيديو قبل كده، انا وريتها لكم قبل كده ان انا خزنت الحاجات دي قبل كده، ووريتها لكم بعد 8 شهور طلعت الكيس وكانت البطاطس نفس اللون كده، ما اتغيرتش خالص. يبقى كده حطينا الجزر والبسله والبطاطس. هنزل برضو بالفاصوليا الخضراء نفس الشكل كده، شايفين بقى كده. هنزل برضو بالفاصوليا. واخر حاجه خالص هنزل بالكوسه بتاعتي، برضو مقطعاها قد تقطيع الجزر بالظبط زي ما انتم شايفين كده. طبعا البتاعه اتملت عندي، هقلبهم وارجع لكم. وادي التورلي بتاعي اهوت، او الخضار المشكل بتاعي، بعد ما قلبته في بعضه كده بالشكل ده، لان لقيت الموضوع خرج عن السيطره. الصينيه كانت قليله صغيره شويه، والكميه كانت كبيره، شايفين ما شاء الله. انا بعمله بالطريقه دي، ولا بنقعه في ميه سخنه ولا بحط له اي حاجه. بغسله كويس جدا جدا، بنشفه زي ما انتم شايفين كده اهو. وبعد كده بعبيه في اكياس، وبيقعد معايا من السنه للسنه. البطاطس ما بتسودش ولا بيحصل لها اي حاجه، ما شاء الله خطير جدا. انا معتمده الطريقه دي من سنين سنين سنين، يعني من يوم ما اتجوزت وانا بخزنه بالطريقه ديت، وطعمه ما بيغيرش ولا لونه بيغير. بتبقى الكيس صراحه منقذ. وطبعا رمضان داخل علينا، طبعا كل سنه وانتم طيبين. ودي اول تفريزاتي في رمضان، ومش هنكتر كتير برضو، يعني حاجات بسيطه برضو. وكل يوم نعمل حاجه، يعني مثلا يوم ويوم مثلا نخزن اي حاجه كده. الحاجات اللي انت بتستخدميها في رمضان، الحاجات الاساسيه بتاعتك اللي انت بتستخدميها في رمضان، مش شرط تخزني زيي. ممكن تخزني اي خضار انت بتحبيه تفضليه. ممكن تخزني كل نوع خضار لوحده، دي حاجة ترجع لك خالص. بس انا برتاح للطريقة دي، لان انا بعمل منه التورلي، بعمل منه شوربة الخضار، بيبقى حلو جدا وجاهز ومنقذ كمان في رمضان يعني. بصوا بقى، بعد ما قلبتهم في بعض كده وكيستهم في اكياس زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله عملوا 5 اكياس ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم الكيس يتعمل على 3 طبخات، يعني انا هقسمه على 3 طبخات. ما شاء الله شايفين الكيس قد ايه، يعني كميه محترمه قوي. يعني الكيس عامل كيلو ونص، لان الكيس عندي كانت الاكياس عندي كبيره، فالكيس حوالي كيلو ونص خضار يعني. ما شاء الله شايفين كيلو ونص خضار. فطبعا استحاله انا اعمله مره واحده، انا هعمله على 3 مرات. واحلى حاجه ان الاكياس دي بتتفتح وتتقفل اهي، شايفينها؟ فسهله جدا، هطلع منها الكميه اللي انا عايزاها واقفلها تاني. وبكده بعد ما قفلت بقى الكياس وطلعت منها الهواء بالشكل ده، ما شاء الله، يعني ما شاء الله الكيس كبير جدا. عايزه اوريكم الكيس قد ايه، شايفين ايدي قد ايه؟ يعني كيس كبير جدا ما شاء الله. وبس كده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعي، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. بحبكم كتير، واستنوني في تفريزات جديده ان شاء الله. باي باي.